حمدا لله وشكرا لله يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. توفيق من عند المولى سبحانه وتعالى. ثلاثة نقاط مهمة جدا. الأولى في أول مباراة بالنسبة لها الفريق قدم نوعية كروية متميزة جدا. شكر لكل اللاعبين اللي ما قصروا، قدموا أداء متميز رغم الغيابات الكثيرة اللي موجودة، سواء الأجانب اثنين يعني مش متواجدين اليوم، بوشار والسولة، وزيد هناك عدة لاعبين أخرين يعني كويتيين اللي كانوا متميزين خاصة في التحضيرات. طلال فاضل مش موجود، عزيز أيضا مش موجود، فيكتور ما هوش جاهز 100%، كيبانوم ما هوش جاهز 100%. نفس الشيء بالنسبة اللي مشكورين، خاصة كهرباء ما هوش جاهز 100%، لكن أصر أنه باش يلعب ويكون موجود في التشكيلة الأساسية. الحمد لله، هذا توفيق من عند المولى سبحانه وتعالى. هذه البداية، ما زلنا قاعدين نشتغلوا، مش هذا معناها الوجه اللي نترقب فيه. ما زال عندنا شغل كثير، ما زالت عندنا أخطاء نحاولوا نداركوهم، لكن فرح كبير بالنتيجة وبالأداء خاصة اللي قدموا الفريق ونوعية اللاعب اللي قدموا الفريق. وشكر كبير أيضا للجماهير متاعنا اللي كانت موجودة بأعداد غفيرة. كابتن نبيل، انت جاي القادسيه، والقادسيه من زمان مو ماخذ بطوله الدوري، واعتقد يضع عليك ضغط منذ اليوم الاول، خاصه انت قلت للجمهور ان الهدف بالنسبه لنا هو بطوله الدوري. ضغط علي أنا؟ ضغط من الجمهور اعتقد تملك الخبره للتعامل معه. لا، أنا جاي ندرب في القادسية. معناها لو كنت ندرب في فريق معناها آخر اللي مش متعود على البطولات، نقول لك معناها أنا جاي ندرب في الفريق في القادسية، وإدارة إدارة فريق القادسية مشكورة اختارتني، لأنه تحب تفوز بالبطولة، تحب عندنا 5 بطولات باش نلعبوا عليها، باش نحاول نفوز بأكثر عدد ممكن بالبطولات هذه. لما لا الفوز بال5 بطولات المطروحة، لأنه معناها مصير أي مدرب ولا أي لاعب يلعب في نادي القادسية أنه يلعب الأدوار الأولى ويفوز بالبطولات. صحيح أن القادسية ابتعدت على البطولات منذ 10 سنوات، لكن إن شاء الله السنة هذه معناها يكون الحظ حليفنا بالشغل والعمل والمثابرة والانضباط، اللي اذا كان نكملوا اللي شاهدته معناها في الشهرين الاخيرين، لما لا معناها باش يكون لنا صيت وباع في الموسم هذا في الدوري الكويتي ان شاء الله. جمهور القادسيه اليوم اعتقد دفعه كبيره كابتن. بدون ادنى شك مشكورين، قلت لك مشكورين. معناها التواجد نتاعهم كانوا يشجعوا في الفريق من بدايه المباراه الى نهايه المباراه، حتى في التسخين. شكرا لهم. ما زالت الاعداد باش تتضاعف. ورينا انه الفريق قادر باش يقدم عروض كرويه متميزه جدا، ورينا انه الفريق قادر ايضا باش معناها يكون من الفرق اللي باش تلعب الادوار الاولى هذا الموسم، وان شاء الله نفرحوهم كل مباراه مثل ما فرحناهم اليوم. شفنا اليوم تألق الفريق بشكل عام، لكن بالاخص شفنا بدر المطوع. يعني اليوم اداء بدر المطوع الكل قاعد يشيد فيه. شو تحبني نقول لك على بدر المطوع؟ معناها اي كلمه باش نقولها فيه ما تفيش. معناها انا كنت ندرب في فريق منافس للقادسيه في الكويت الكويتي، وسمعتوني شو قلت على بدر المطوع، فما بالك انا موجود حاليا في القادسيه. اي كلام تقوله معناها ما يعطيش حق وما يفيش بالمجهود. ممكن انا 10 سنوات لوراء لما كنت مدرب المنتخب ما شفتش بدر بالانضباط هذايا. معناها موجود في كل التمارين، موجود في كل المعسكرات، معناها حاضر جاهز، قدوة بالنسبة للاعبين الصغار واللاعبين الكبار. يعني إذا يكمل لك شفتوه معناها في المواسم الماضية ما كانش دائما أساسي، توا حاليا بدر أساسي ومهم جدا بالنسبة لنا احنا كإطار فني، وبالنسبة لكل فريق، سواء في التهديف سواء في الأسيست سواء حتى في وجوده فقط في الملعب. مبروك. الله يبارك فيك. مشكور جزاك